السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انتوا متنسونوش بقى حبايب قلبي في اللايك، وهعمل معاكم الروتين بتاعي النهارده. روتين كده خفيف لطيف ظريف، وكلنا كده لازم نشجع بعض حبايب قلبي. ونقوم نشوف بقى ايه اللي ورانا، ونقوم نتنشط. وما تنسونوش بقى في اللايك واشتراك في القناة، واعملوا مشاركات للفيديو حبايب قلبي. انا بحبكم كتير 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 كتير. يا رب ربنا يخليكم ليا وما نحرم منكم ابدا يا حبايبي. ما تنسونوش بقى في اللايك بالله عليكم، واعملوا مشاركة للفيديو. يلا بقى الكل يشجع معايا. قمت الصبح كده من الساعة 7 الصبح حبايب قلبي، علشان عملت بقى فطار للعيال. عملت لهم حمرت لهم بطاطس، وعملت لهم سلطة، وعملت لهم سلطة بتنجان بابا غنوج، وعملت لهم بتنجان مقلي برضه. وخيار بقى، وقطعت لهم خيار وسلطة طحينة. ومخلل. ولقاء بنتي بتحب تفطر الصبح رز، علشان العيش بيعمل لها حساسية. عندها حساسية من العيش. هتفطر بقى رز بقى وبطاطس وسلطة وكده. وبرضو وبقى إسراء وزياد بياكلوا معايا. أنا عامة ما بحبش أفطر الصبح، بكتفي بس بكوباية الشاي أو كوباية القهوة. واكل، ممكن اكل سندوتش، وممكن ساعات ما بفطرش، يعني اكتر الاوقات ما بفطرش الصبح. والعيش بتاعنا كنت جايباه صابح بقى. هو انا يفطروا بقى لازم كده يفطروا الصبح فطار متين، علشان اللي وراها الدرس تروح. وكل واحد كده يروح يشوف مصلحته. هعمل لهم بقى النهارده هعمل لهم محشي. جبت فرخة كده كبيرة حلوة حبايب قلبي. جبت الفرخة دي كبيرة، جايباها قطعة 100 جنيه. شغلت الغسالة. اهم حاجة بقوم الصبح الاول يوم الجمعة اشغل الغسالة. واشتغل بقى حواليها، اعمل اي حاجة بقى حوالين الغسالة وهي شغالة. عملت بقى تسبيكة المحشي زي ما انتوا شايفين. عملت بصلتين كبار ومعلقتين سمنة كبار وشوية زيت، وحمرت البصلة فيهم، وقمت ضربة الطماطم في الخلاط وحطها عليهم زي ما انتوا شايفين. لما الزيادة كلها طلعت فوق على الوش، اعرف كده ان ان الصلصة بتاعتي خلاص اتسبكت وبقت زي الفل. شايفين حمرا وزي الفل. عايزة اقول لكم ريحتها تحفة. حطيتها بقى على الرز، وهمسكها اقلبها بقى كده واكون انا قطعت الشبت. الخضرة بتاعت الشبت والكزبرة والبقدونس. انا ما بحبش البقدونس، فبحط شبت وكزبرة على خلطة المحشي. انا عارفة ان انتوا كلكم بتعرفوا تعملوا كل حاجة، بس انا بشارككم الروتين بتاعي النهاردة حبايب قلبي، علشان تشجعوني واشجعكم. وندي افكار حلوة كده لبعض، وندي طرق حلوة وجميلة لبعض حبايب قلبي. قلبت بقى الرز كده كويس، وقطعت الخضرة هحطها بقى على الرز. عند العيال بيحبوا خضرة المحشي، بيحبها كتير، وانا برضو بحب خضرة المحشي كتير. كتير، علشان حتى ما يبقاش تقيل، ويبقى الخضرة دي بتبقى تسهل الهضم. وكمان بتدي طعم حلو قوي قوي للمحشي. انا بحب الكزبرة، بموت في حاجة اسمها كزبرة، والعيال طالعين زي. يعني الكزبرة كده اغسلها وتبقى نظيفة، واكلها خضار زي الجرجير وزي الفجل والخس والخضرة دي. دول حبايب قلبي كانوا كام؟ كانوا 4 كرنبيات، كنت جايباهم امبارح وانا جاية من السوق ب20 جنيه. هبقى اصور لكم برضو روتين يوم في السوق ان شاء الله، اما اكون رايحة اسوق بقى واجيب الحاجة. جهزت كل حاجة بقى قدامي، وقعدت كده وفرشت على الأرض، وقعدت بقى هقطع قرن فلفل كمان فوق مع الرز بتاع المحشي. بيدوله طعم حلو قوي قوي يا حبيب قلبي. أنا بحب الفلفل الأخضر أقطعه على المحشي. جربوه هتلاقوه بيفرق في الطعم قوي. هقطعه بقى ناعم. وحطيت بقى بهارات محشي، وحطيت ملح وفلفل. وبصوا أي بهارات بقى تخطر على بالكم انتوا حابين تحطوها حطوها. والفرخة بتاعتي بقى كنت مسكتها غسلتها ونضفتها ونقعها بقى، علشان امسكها اشغل عليها بقى البوتاجاز. هد الرز بتاعي كده تقليبه فل وعسل كده، ودقت له راس توم. دقتها كده كويس، نعمتها وحطيتها برضو عليه، وقرنين شطة من اللي هي الحمرا الطويلة دي. برضو احنا بنحب المحشي بشطة. والورق بقى، عايزة اقول لكم الورق ده كان حلو قوي في المحشي. يعني انا كنت مستصغرة الكرنب. بس لقيته حلو قوي حبيب قلبك منه. كان صغير، انا ما بحبش الكرنب الصغير، بحب الكرنب الكبير. علشان باجي اقطع الورقة كده بلاقيها بتفرط معايا، ولاقيها حلوة، ما يطلعش منها، ما هقدرش منها حاجة. انما
الكرنب الصغير بيبقى اكتريته عروق وكده، فانا كنت خايفة من الكرنب ده منه صغير يطلع ورقه كله عروق او يطلع مش حلو يعني. بس الحمد لله طلع جميل ما شاء الله ما شاء الله. انا حشياه من اول ورقة لغاية اخر ورقة، ما هدرتش منه اي حاجة. ورقته كانت ناعمة كده وجميلة وطرية، وعايزة اقول لكم طعم الكرنب ده سكر، تقولوا ده انت حاطين عليه سكر وهو بيتسلق. لان كرنب الشتا ده يا حبايب قلبي، كرنب الشتا ده بيبقى مسكر. يعني انا عايزة ان شاء الله اقوم رايحة كده السوق يوم واصور لكم كده تبقوا معايا. اجيب كده كرنب، يعني كل اسبوع اقوم جايبة 3 4 5 كرنبيات، وامسكهم اقطعهم واظبطهم واعينهم ان شاء الله تعالى رمضان يبقوا جاهزين. لان كرنب الشتا ده جميل جميل ما يتعوضش. هنا انا قلت لكم انا كنت غسلت الفرخه وقطعتها ونقعتها كده في محلول الدقيق والملح والسكر والليمون ونضفتها. وهنا بقى هي حطيت حله على النار وفيها معلقه سمنه بلدي، وقطعت البصله بقى كده زي ما انتوا شايفين. واقوم بقى ايه حاطه الفرخه بقى بتاعته، كنت غسلتها ونضفتها وقطعت الصدر بانيه اللقاء، لان اللقاء ما بتحبش الفراخ الا بانيه. شايفين بقى بتطشطش كده الحله، ادها صدمه بقى كده ايه زي الفل يا حبايب قلبي. الحله سخنتها كويس قوي قوي بمعلقه السمنه البلدي، وقطعت البصله وحطيت الفرخه. معلقه السمنه البلدي مع الفراخ بتفرق قوي قوي، بتفرق جامد، بتدي طعم الشرب حلو قوي كمان. كمان عشان لما تيجي تطبخي المحشي بالشوربه بيبقى طعم الشوربه زي العسل. جربوا معلقه السمنه البلدي تشوحوا فيها الفراخ كده وان شاء الله هتدعوا. الفرخة بقى همسكها كده اشوحها الاول، واديها صدمة، وبعدين هبقى احط عليها بقى ايه المية بتاعت المغلي. بنشف بقى الفرخة كده الاول في التشويحة دي بقى، عشان ايه ما يبقاش فيها دم ولا يبقى فيها زفارة ولا يبقى فيها اي حاجة. انا غسلها كويس اوي زي الفل. بس انا في ناس بتسخن المية، بتغلي المية وبعدين تحط الفرخة فيها، لا انا بحب اشوح الفراخ بتاعتي الاول. وبعدين ايه شايفين البانيه انا مسكته وقطعته برضو حلو وغسلته، وكنت نقعاه مع حلول النقع بتاع الفرخه، ومسكته نضفته خلاص وشطفته اهو. وهمسكه برضك الوقت اعمل له ايه التتبيله بتاعته. هحط بقى هنا الملح والفلفل بتاعي والبهارات الفراخ بتاعتي مع البصله بقى كده حلوه. وبرضك هحط فصين توم سلام كده زي ما هم، واحط ايه طماطمايه، واحط كده قرن فلفل اخضر برضو، واحط الحبهان بتاعنا وبهارات الفراخ بتاعتنا كده تبقى زي الفل. عايزه اقول لكم ان الشوربه كانت زي العسل. طبخت بقى المحشي كده كانت زي العسل. هسيبها بقى كده تتشوح وتشرب بقى من كل الحاجات الحلوة اللي انا حطيتها دي. وايه على ما اكون انا بقى ايه قعدت احشي كل ده. خلي بالكم والغسالة بتاعتي شغالة، ما تنسوش انا بشغل الغسالة واشغل كل حاجة بقى معاها. يعني احط الفرخة في الحلة واروح اطلع الدور، اعمل المحشي شوية احشي شوية واروح اطلع الدور. شايفين هنا المحشي بتاعي خلص ودخن اهو بقى زي الفل يا حبايب قلبي. كان سكر 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 مسكر. مش عارفة انا المقطع ده المقطع ده المفروض يبقى في الاخر، انا جبته في الاول ليه مش عارفة. ما علينا، المهم اعذروني بقى وما تنسونيش في اللايك. لو وصلتوا لغاية هنا من الفيديو حطوا لايك بقى وما تنسونيش في اللايك يا حبايبي. هنا البانيه بقى بتاعي انا عملت له بقى، حطيت فيجيتار ودقيق وبهارات فراخ وملح وفلفل. والبانيه بقى انا كنت متبلاه بتوم، وعملت له توم وبصله وقرن فلفل حراق، وضربت كله في الخلاط كده وعود كزبره ونقعته فيه وبهارات فراخ. آه، احط بقى الفيجيتار، وحطيت معاه بيضه بردك علشان ايه بيضة بحطها كده بمسكها احطها مع البانيه كده، واقوم ماسكه حطها في الدقيق والفيجيتار على طول يعني. قطعة الفراخ دي البانيه دي جت كبيرة فقطعتها كده نصين. احط بقى البانيه هشربه بقى من الفيجيتار والدقيق كده كويس قوي. وكنت انا ايه حاطه طاسه الزيت على البوتاجاز، الزيت كده بسخنه كويس معايا. وبعدين على ما انا ايه اخلص الفراخ بتاعتي، شايفين لازم بمسكها طبطب عليها كده قوي علشان تشرب الفيجيتار بتاعي والدقيق.
لو وصلتوا لغاية هنا من الفيديو عرفوني ان انتوا وصلتوا لغاية هنا، وقولوا لي الفيديو بتاعك حلو او البانيه بتاعك حلو يا ام زياد. اعرف ان انتوا وصلتوا لغاية هنا من الفيديو. وما تنسونيش بقى في اللايك يا حبايب قلب. ودعموا بقى القناة، والله العظيم انتوا اخواتي وحبايبي وظهري وسند وعيلتي وكل حاجة حلوة ليا في الدنيا. من غيركم انا ولا حاجة، ومن غيركم القناة ولا حاجة. انا بحبكم والله يا حبايب قلبي، وبدعي لكم والله من قلبي ربنا يا رب يبارك لي فيكم ويخليكم ليا، ما انحرم منكم ابدا يا رب العالمين. البانيه بتاعي بقى خلصته كده، مش هحمره برضو كله النهارده، لان ما شاء الله الفرخه كانت كبيره. انا كده تبلته وجهزته اهو. هسيبه بقى همسك احمر نصه، وهسيب نصه بكره ان شاء الله اللقاء برضو تاكله مع المحشي اللي هو هيبقى بايت معايا ان شاء الله، ان شاء الله بكره باذن الله تعالى. حطيت بقى الزيت يسخن، هحط بقى البانيه، هغسل بس ايدي كده وبعدين احط بقى البانيه خلاص اهو. الزيت كان سخن بقى، احط البانيه. مش عارفه لقاء بنتي ما بتحبش الفراخ الا بانيه، مع ان انا بحب الورك اكتر. بحس ان طعم الورك احسن من الصدر. قولوا لي بقى في التعليقات انتوا بتحبوا الورك ولا الصدر. اعرف ان انتوا وصلتوا لغايه هنا من الفيديو. شايفين بقى احنا كنا خلصت طبيخ وخلصت كل حاجة وهغرب بقى دلوقتي، بس كنت خلاص. شوفوا صبنت كل ده، غسلت كل الهدوم دي وانا بحشي، وانا بستف الشقة، وانا بجهز حاجة المحشي، وانا بنضف الفرخة، وانا بعمل كل حاجة. خلصت كل اللي ورايا، واخلص اعمل الحاجة واروح اطلع الدور من الغسالة، اعمل الحاجة واروح اطلع الدور من الغسالة. شايفين بقى نشرت كل الهدوم دي ما شاء الله. البلكونة الجهتين بقت مليانة كلها هدوم ماشي، ولسه هدوم في السبت كمان. قلت هكملها انشره الصبح، لان الاحبال عندي كلها كانت اتملت. شايفين؟ هكمل الاحبال الفاضية دي كمان. ما شاء الله حبايب قلبه، كانت الدنيا ضلمت خلاص، المغرب كان أذن والدنيا خلاص ضلمت، الجو شايفين ضلمة خالص. كنا بقى لسه خلاص هنتعشى بقى دلوقتي. كان مفروض اصلا احنا ناكل الاكل ده الظهر او بعد الظهر، بس احنا قلت لكم العيال فطروا فطار تقيل يعني متين، زي ما انتوا كنت شفتوا في اول الفيديو. فقلت بقى اعمل لهم المحشي بقى ياكلوا المغرب كده ويتدفوا بقى، والمحشي كده في البرد بيدفي، لان الجو عندنا دافي بالنهار وبيبرد بالليل. يا حبايب قلبي ربنا يخلي لكم ولادكم وحبايبكم يا رب، وما تنحرموا من حبايبكم ولا من اعز الناس ليكم يا رب. شايفين ما شاء الله كل الهدوم دي، كل البناطيل الواد زياد كلها على السور ازاي، لان الحبال ماهيش واخدة عندي خالص خالص. بص انا عندي بقى مزاج في نشير الهدوم، مزاج. خلاص بقى هنا المحشي كان استوى خلاص، خلصت نشور الهدوم كده بسلام وامان. وقمت جايه بقى هنا علشان اغرف للعيال، غرفت لهم، حمرت خلاص الفراخ. وهنا بقى هغرف لهم بقى المحشي. شايفين المحشي بيدخن ازاي؟ عايزه اقول لكم الريحه قلب المطبخ. اي والله العظيم ريحته كانت تحفه، وكان طعمه سكر، سكر كده عسل. والفراخ بتاعتي والبانيه والشوربه بقى لسه هغرفها. ولو وصلتوا لغايه هنا من الفيديو قولوا لي انتوا شفتوا الليمونه ولا لا، واكتبوا لي في التعليقات. اخواتي وحبايبي الغاليين عليا، الغاليين على قلبي، حبايب ام زياد، ما نحرمش منكم ابدا، ولا من لايكاتكم الجميله، ولا من دعمكم ليا، وقفتكم معايا، ونصايحكم ليا حبايب قلبي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.